السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من بخش تي في. الكتاب ده اتطلب مننا من فترة، ولكن أنا اتأخرت حقيقة على منزلة الفيديو وبعتذر جدا. فكرة الكتاب ده فكرة مهمة جدا من وجهة نظري، من أنجح النظريات اللي ممكن تعتمد عليها لو أنت عايز تزود إنتاجيتك أو تحسن من الأداء بتاعك أيا كان المجال بتاعك إيه. والحقيقة إن الكتاب ده فعلا كتاب دسم، يعني كان كله معلومات وأمثلة وأبحاث كلها تقريبا بتخدم نفس النظرية أو الفكرة اللي الكاتب عايز يوضحها لنا، وفعلا فكرة احنا محتاجين نطبقها في الفترة اللي احنا فيها دي لو انت عايز تعمل حاجة مهمة. الكتاب فعلا وانا بقراه كان مهم جدا بالنسبة لي، خصوصا ان انا شدتني الفكرة بتاعته وانا بدعمها جدا الحقيقة، وهقول لكم تجربتي الشخصية في اخر الفيديو. ولكن حتى وانا بقراه كان اتقطع مني وباظ وبقى 50 حته. الكاتب كال نيوبورت اللي الف الكتاب ده كان كاتب كتاب قبله اسمه تو جود ذي كانت اجنور يو. انا مش عارف الترجمه الحرفيه بتاعته ايه، ولكن المقصود من الكتاب ان انت تبقى شاطر او قوي في مجال معين لدرجه ان السمعه بتاعتك تبقى سابقاك او زي ما بيقولوا. وبعدها جات له فكره الكتاب ده، ان طب ازاي انا ابقى جيد او شاطر او قوي في المجال اللي انا بعمله ده، وساعتها الف ديب وورك. بيقول ان انت عشان تكون ناجح او ليك سمعه في ظل الظروف الاقتصاديه المتغيره باستمرار، لازم تكون بتعمل حاجه من الثلاث حاجات دول عشان يبقى زي ليك مكان او ليك شأن في الاقتصاد العالمي. وهنا يجي العنوان الاولاني The Importance of Deep Work او اهميه العمل العميق. ايه هما بقى الثلاث حاجات دول اللي كال نيوبورت كان بيقول لنا عليهم؟ اول حاجه ان انت تكون عارف تماستر ا هارد سكيل، او بتعرف تعمل سكيل صعبه جدا مثلا ما حدش بيعرف يعملها بسهوله، وتكون شاطر جدا فيها، زي مثلا البروجرامينج، لان هو خصوصا المجال ابتدى يفتح دلوقتي الفتره دي في الحته دي. فان انت تكون شاطر وبقوه، مش بس شاطر في المجال ده. تاني حاجه هي ان انت to produce at an elite level، او اللي يقصده من الجمله دي ان انت تبقى انتاجيتك عاليه جدا، ان انت لما تجيلك مثلا احصائيات تعرف تستغلها وتحط الاكشن بتاعها على طول. لما تجيلك مثلا نموذج لحاجه تعرف تعدل عليه وتخلص الخطه بتاعت المشروع، تعرف تحلل البيانات وتشوف ايه اللي ناقص وايه اللي يزيد وتضيف عليها وتحط التاتش بتاعك وتبقى كرييتيف في الحته دي. من الاخر ان انت تبقى سوبر ستار في المجال بتاعك. تالت حاجة وهي ان انت تبقى اونر او مستثمر انفستور، ان انت يبقى معاك فلوس بتعرف مثلا تروح تشتري قطعة ارض تستثمر فيها او تستثمر في مشروع. عموما فكرة الاستثمار اللي احنا عارفينها. كال نيوبورت بيقول لك ان هو يعرف يقول لك تعمل الحاجتين الاولانيين ازاي، لان هما اللي بيتضمنهم الديب وورك او العمل العميق. ولكن بيقول لك الحاجه الثالثه دي ملهاش كتالوج، يعني لازم يكون معاك فلوس، وحتى لو ليها كتالوج most likely او الاكثر يعني مش هيشارك معاك هو عمل كده ازاي، خصوصا انها صعبه شويه في الموارد بتاعتها. لكن الاثنين الاولانيين تعرف انت تستغل الموارد بتاعتك في اتجاههم. طيب كده انت عرفت اهميه الديب وورك او العمل العميق، ان انت لما بتنغمس كده او بتبقى متعمق في الحاجه اللي انت بتعملها وتشتغل عليها، ده في حد ذاته بيخليك تفقد احساسك بالوقت وبالمكان اللي انت فيه، وبيديك احساس من الفولفيلمنت او الرضا عن النفس صعب قوي 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 تجنيه من حاجه تانية او من اكشن تاني مثلا ممكن تعمله. ولكن في خطورات بتهدد العمل العميق او الحاجه اللي انت شغال عليها دي، وبالتالي عشان اعرف اشتغل بتركيز على حاجه واحده واطلع الاوتكم بتاعها او النتيجه بتاعتها احسن حاجه، لازم ابقى مركز 100% فيها، والغي فكره المالتي تاسكينج، او ان انا بعمل حاجه هنا وبعمل حاجه هنا وبعد كده اروح اخلص حاجه ثالثه. ده في حد ذاته اصلا بيشتتك، وهقول لك ليه. لان هو ده العنوان الثاني، eliminate distractions and multitasking، يعني تخلص من الحاجات اللي بتعمل لك تشتت ومن الحاجات اللي فيها مالتي تاسكينج او تعدد المهام، ان انت بتكون بتعمل كذا حاجه في نفس الوقت. الاثنين دول حرفيا اكبر اعداء للانتاجيه وللابداع. اكبر حاجه، اكبر عائق ممكن تعدي عليه في يومك ان يبقى انت بتعمل كذا حاجه في نفس الوقت، رغم ان انت بتبقى فاكر ان انت بتخلص كذا حاجه. بس تعالى اثبت لك ان النظريه دي غلط تماما. في تجربه عملتها البروفيسور صوفي ليروي في جامعه مينيسوتا، بتقول لك ان انت لما بتكون بتشتغل على تاسك A وتنقل على تاسك B، جزء من التركيز بتاعك بيفضل في التاسك الاولانيه، وبالتالي بيخليك تعمل التانية دي بانتاجية اقل. ولو انت بتبدل ما بينهم، بالتالي اصلا الاتنين هيطلعوا بانتاجية اقل. جابت مجموعتين من الناس، مجموعة A ومجموعة B، واديتهم بازل عشان يركبوه. وفي نص ما المجموعة A بتركب البازل قطعتهم واديتهم سي فيز كده لناس معينة، والمفروض ان مجموعة A تاخد قرار تعيين. طبعا دي قرارات افتراضية مش حاجة حقيقية يعني، ولكن احنا بنتكلم عن الكونسبت نفسه. ومع مجموعه بي سابتهم لحد ما خلصوا تماما، وبعد كده اديتهم السي فيز وكان المفروض منتظر منهم اجابه. لقيت ان المجموعه الاولانيه اغلب قراراتها ما كانتش صائبه،
وكانوا دماغهم لسه شغالة في البازل، وتركيزهم ما كانش أحسن حاجة، وانتباههم للموضوع ما كانش أحسن حاجة، وبالتالي المجموعة دي تفوقت عليهم. وده اللي بيخلينا مثلا في وقت أنت تكون قاعد بتذاكر فيه وتقوم تصلي، غصب عنك وانت بتصلي دماغك بتبقى بتفكر في المسألة اللي انت كنت بتحلها او في الحاجة اللي انت كنت بتذاكرها. والعكس برضه، لو انت قاعد بتشوف فيلم وبعد كده قمت تذاكر، برضه دماغك بتفضل شوية في الاول مركزة في الفيلم وفي احداثه، ومش عارف تحط نفسك في المود بتاع المذاكرة. عشان كده الكاتب بيقول لك المالتي تاسكينج ده اكبر عدو من اعداء الابداع، ان انت اصلا لا هتعرف تركز في ده ولا هتعرف تركز في ده. طيب انا كده عرفت اهمية العمل العميق، وعرفت ان المالتي تاسكينج والتشتتات والحاجات اللي بتحصل لي دي اكبر عدو ليا. ايه بقى الاستراتيجيز اللي انا احقق بيها الديب وورك؟ او يعني السؤال بطريقه بسيطه شويه، ازاي تخلي اوقات في يومك معينه مجهزه لحته الديب وورك دي؟ وهو ده العنوان الثالث، استراتيجيز فور ديب وورك. الاربعه استراتيجيز دول كلهم بيخدموا نفس الفكره، ان انت تقعد تركز على الحاجه اللي انت بتعملها لحد ما تخلصها. ولكن الاستراتيجيز دي مش عابره، مش هو مثلا حطها كده وقال لك طبق واحده منهم. الحاجات دي مجربه على اكتر من كذا حد، وهو حاطط الامثله بتاعه الناس دي في الكتاب. اول استراتيجي ان انت تفصل نفسك مده كبيره، ممكن تدخل لها في ايام او اسابيع، وتبقى مركز تماما في الحاجه اللي انت بتشتغل عليها لحد ما تخلصها. طبعا دي صعبه شويه لاغلبنا، ولكن في ناس بتعرف تعمل كده. تاني استراتيجي ان انت تعمل اوقات مخصصه في يومك او يومك كله على الاقل، ان انت تبقى مركز في الحاجه اللي انت بتعملها، وما تنتبهش مثلا لاي ترفيه او لاي ديستراكشن، او ان انت تمسك الموبايل او تعمل اي حاجه الا في اخر اليوم خالص بعد ما تخلص الحاجات اللي وراك. دي بصراحه انا جربتها وفعلا كانت بتفرق معايا. تالت استراتيجي ان انت تعمل بلوك كده في يومك او جزء مخصص بتفصل فيه عن اي حاجه، برضو بتقعد تشتغل على الديب وورك ده او الحاجه اللي انت عايز تشتغل عليها بتركيز. البلوك دي ممكن تبقى من ساعه لساعه ونص مثلا في اليوم، وهو بيقول انها ممكن تبقى في اول اليوم، كمان بيقترح انها تبقى بدري خالص اول ما تصحى، عشان خاطر تبقى مركز وتعرف تنجز الحاجه اللي انت عايز تخلصها. اخر حاجه وهي غريبه شويه، بيقول لك وسط الديستراكشنز اللي انت بتعملها، وسط الحاجات اللي انت اصلا بتعملها، حط لنفسك الديب وورك ده. يعني مثلا انا اكون قاعد بعمل حاجه مثلا، او بتفرج على فيلم، او بهاف فن، او ايا كان، وفجاه اقوم اقعد اشتغل شويه، زي ما نقول كده الالهام لما يجي لك تقوم تشتغل شويه، وبعد كده ترجع تاني تتفرج او تخلص اللعب اللي انت كنت بتعمله ده. هي غريبه شويه، ولكن هو فعلا حاجه. قصه صحفي كتب كتاب كبير جدا حوالي 800 صفحة، وكان من أنجح الكتب بالطريقة دي. نيجي بقى لأكتر نقطة مهمة، وبرضو أكتر حاجة لازم تاخد بالك منها، وهي التليفون بتاعك أو التكنولوجي أو التكستنج، شوف أنت عايز تسميها إيه. في الوقت الحالي وفي الوقت المعاصر اللي احنا عايشين فيه، عقلك ابتدى يتعدل ان هو يتشتت بسهوله جدا. اغلبنا كلنا دلوقتي مشغولين بالموبايلز وبالفيديو جيمز، وابص على الفيسبوك واسكرول مش عارف ابلكيشن ايه، واشوف مين بعت لي تكست، واشوف النوتيفيكيشن دي، واشوف الميل ده. فعقلك حقيقي بيتدرب ان هو اصلا يتشتت، يبقى مش عارف يركز في حاجه واحده. سهل قوي قوي ان انت تشتته في ظل الظروف دي. وكمان اصلا في ناس شغلانتها انها تفكر ازاي تقعدك على السوشيال ميديا دي اكتر وقت ممكن، خصوصا ان القعده على السوشيال ميديا بتفرز هرمون في العقل اسمه الدوبامين. الهرمون ده هرمون السعاده، بيتفرز عند ادمان الشيء، او لما بتيجي تدمن حاجه. الناس مثلا اللي مدمنه مخدرات، او الناس اللي بتدمن الخمور، او حتى الاباحيه، الهرمون ده بيتفرز بشكل مستمر، فبالتالي بيخليك مدمن للحاجه دي. نفس الهرمون ده بالظبط بيتفرز لما بتيجي تسكرول السوشيال ميديا او تيجي تقعد على الموبايل كتير. طب دي حلها ايه بقى؟ حلها ان انت تكون بتعمل حاجه في اليوم بتاعك من غير التليفون، وان انت تكون بتفكر ومركز فيها، زي ان انت مثلا تمشي الحيوان الاليف بتاعك تاخده تمشيه، او زي ان انت تكون قاعد في المواصلات مش باصص في الموبايل بس مركز حواليك، وتبتدي تسأل نفسك سؤال وتخلي عقلك يفكر فيه. حاجه بسيطه، حاجه مثلا زي انا عايز احقق التارجت الفلاني او الجول الفلاني، ايه الستبس اللي المفروض اخدها عشان احققه؟ طب انا ورايا شغل كتير متراكم بقاله مثلا اسبوع، انظم وقتي ازاي اليومين الجايين عشان خاطر اعرف انجزه؟ الروتين ده ان انت تبقى بتفكر في الحاجه ومتعمق فيها، ومش بس عمال تتشتت بقى وحد بيبعت لك تكست وحد بيعمل مش عارف ايه وبتبص فين، ده في حد ذاته بيمرن عقلك ان انت تبقى مركز في الحاجه. وحتى لو هي بسيطه دلوقتي، ولكن مع التمرين هتبقى احسن، ومع تطويل المده هتبقى احسن. النقطه الخامسه والاخيره، واللي من خلال النقطه دي هتعرف تلم كل اللي احنا قلناه في خلال الفيديو وتعرف فعلا تطبقه. schedule your days، او نظم يومك، او اعمل زي to do list، او رتب احداث يومك. بعد يوم مرهق وطويل، سواء انت مثلا في الشغل او كنت المفروض تذاكر في البيت وقاعد بتخلص المذاكره والحاجات المشاريع اللي وراك، وفي اخر اليوم بتحس ان انت مرهق وتعبان وخلاص انت عايز تقعد ترتاح
تعمل حاجه مثلا زي ان انت تسكرول الفيسبوك او تشوف السوشيال ميديا او تتفرج على فيلم او تلعب فيديو جيمز. ولكن مع وجود الاحساس ده برضه بتبقى حاسس ان انت في حاجات لسه ما خلصتهاش، او في حاجات كان المفروض تتعمل وما اتعملتش، او انت ما انجزتش الكم اللي انت كان المفروض تخلصه في اليوم ده. الكاتب بيقول لك ان ده بيبقى اغلبه بسبب ان انت شتت نفسك على مدار اليوم اصلا وما خلصتش الحاجات اللي المفروض تخلصها وراك. حاجه كده بسيطه زي تأنيب الضمير. بيقترح عليك ان انت تعمل بلوكس او تقفل كده ساعات معينه في يومك بتخلص فيه الحاجه دي. يعني من الساعه كذا للساعه كذا انا هكون قاعد بذاكر مثلا، مش هقوم اتفرج على فيلم، او مش مثلا هلعب فيديو جيمز ولا همسك الموبايل. ومن الساعه كذا للساعه كذا ده وقت الراحه بتاعي، مثلا همسك الموبايل فيه او هعمل ايا كان الحاجه اللي انا عايز اعملها دي. بيقول لك اقفل يومك على الطريقه دي، هتلاقي ان انت فعلا ابتديت تنتج وابتديت تخلص الحاجات اللي وراك. وحتى لو جيت اخر اليوم وانت ما خلصتش الحاجات اللي وراك، انت على الاقل عارف ان انت عملت اللي عليك. وبتدي لنفسك مساحه من الشوت داون، او ان انت تفصل وفعلا ترتاح. وبيقول ان دي مهمه جدا جدا جدا، لان دي في حد ذاتها اصلا اللي بتدي لك الانرجي ان انت تكمل تاني يوم وتالت يوم، وبتحفزك كده ان انت ارتحت، فبالتالي انت عندك القدره ان انت تشتغل تاني يوم. زي ما هو كان بيقول عليها دي فتره الريكفري تايم، ان انت الوقت اللي بتبني فيه صحتك النفسيه تاني. وبيقول ان عمره ما اشتغل بالليل، او يمكن لو بيعمل حاجه بيعمل حاجات بسيطه، لكن في الغالب هو لما بيخلص طبيعه شغله من 8 ل 5 مثلا ما بيعملش اي حاجه تاني بالليل. فلازم تنظم يومك وتقسم وتقفل على الحاجات اللي المفروض تعملها في يومك، عشان ده يديلك احساس فعلا ان انت بتخلص الحاجه اللي وراك. بيقول لك كمان حاول ترسمها، يعني وانت بتعمل تايم تيبل او تو دو ليست مش بس تكتبها، حاول ترسم المواعيد من الوقت كذا للوقت كذا ده مقفول وتشخبط عليه كده، او زي ايه، ما يبقاش ليه مفر ان هو يتشفت او يتغير او تعمل حاجه في النص. حاجه مهمه جدا برضو ليها علاقه بالريكفري تايم او بالوقت اللي انت هترتاح فيه وقت الشات داون. بيقول لك في الاغلب ان انت لما هتمسك السوشيال ميديا او لما هتلعب فيديو جيمز ده في حد ذاته اصلا بيستهلك مجهود ذهني، فبالتالي انت مش حاسس ان انت ارتحت جسديا، او انت حاسس ان انت ارتحت نفسيا. هو بيقول لك حاول تتمشى شويه، او مثلا تعمل رياضه بسيطه، تقعد مع عيلتك او تقضي وقت some quality time. ده في حد ذاته هيرفع من روحك المعنويه وكمان البدنيه، انت هتبقى يعني حاسس ان انت ارتحت مش بتبذل مجهود. لحد هنا اقدر اقول لك ان فكره الكتاب والملخص طبعا خلص، ولكن عايزين نحط اعتبار اكتر لحاجه زي دي او لفكره زي دي. ولازم نسال نفسنا هل انت فعلا بتدي نفسك الوقت الطبيعي ان انت تركز فيه على الحاجه ولا لا، خصوصا ان دي حاجه مجربه. مش اول ناس، مش كان نيوبورت مش اول حد يعمل كده، منها جي كي رولينج اللي احنا اتكلمنا عليها في قصه امل. لما كانت بتكتب اخر جزء من الكتاب بتاعها راحت حجزت اوضه في اوتيل 5 ستارز وقعدت فيها بكل تركيز من غير اي تشتيت ومن غير ما تفتح ميلز ولا تقعد في بيتها مع اولادها ولا اي حاجه، بس عشان تركز وتطلع احسن نتيجه للروايه دي. وزيها بيل جيتس لما كان بيقعد يفصل نفسه من حاجات كتير ومن التكنولوجيا في الاول ساعه ما ابتدى في التسعينات، وكان فعلا بيركز وقدر يعمل ايه، قدر يبني مايكروسوفت ويبقى من اغنى الناس على مستوى العالم. الامثله دي وامثله غيرهم كتير جدا كان نيوبورت حطها في الكتاب بتاعه، وكان بيوضح الفكره دي، فكره ان انت لما فعلا هتدي لنفسك المساحه ان انت تبقى بتشتغل شغل عميق، ده في حد ذاته هيخليك تماستر هارد سكيل، النقطه اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الفيديو. والحاجه الثانيه اللي اتكلمنا عليها ان انت تبروديوس ات ان اليت ليفل. الاناليتكس والحاجه اللي هتبقى جايه لك والاحصائيات والداتا والحاجات اللي انت المفروض تعملها والتغييرات والحاجات اللي انت المفروض تعملها احسن، ده في حد ذاته لما تبقى مركز وقاعد متعمق فيها هيخليك تعرف تعمل ده. بديهي جدا. يمكن الفكره بديهيه شويه ولكن هي في غايه الاهميه، ومش ناس كتير عارفاها، وحتى لو في ناس عارفاها مش عارفة أهميتها ومش بتطبقها بشكل قوي. الفكرة دي أو النظرية دي من أساس الإنتاجية، إن أنت لو فعلا طبقتها هتبقى بتنتج بشكل كبير. فبالتالي اللي أنا عايز أوصله من الفيديو ده أو اللي أنا عايز أقوله لك إن حاول تدي لنفسك المساحة إن أنت فعلا تركز في الحاجة اللي أنت بتعملها. ادي لنفسك بريك تايم وخد الراحة اللي أنت عايزها، ده طبيعي، ولكن بلاش تيجي على حساب انتاجيتك او على حساب ان انت تحسن من نفسك. بس كده. الكتاب فعلا كتاب مهم زي ما قلت، وبعتذر تاني مرة على التأخير. ولو حد عنده اي اقتراحات لأي كتب تانية اكتبوها لنا في الكومنتس تحت، واستنونا ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقة جديدة. السلام عليكم.